السلام عليكم يا حبايبي. يلا كده اما نشوف المعموله الحلوه دي احنا عملناها ازاي. شايفين جمال المعموله. يلا كده نخش مع بعض نشوف المقادير احنا عملنا ايه بالظبط. هتشوفوني معاكم وانا بعمل ايه. كوبايتين سكر، معلش بتاعت المحاماه كده. خلاص حطينا الكوبايتين، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه اهو. حطي العميل كده بالراحه عشان تسكر منك. بالراحه يا ست الكل، وانت بتجيبي كده بالراحه ما يطلعش على الجنب منك وانت بتعملي بالراحه كده. انا معاك كوبايه لبن، حط على حبه ميه، مش لبن صافي، لا لبن وميه. كوبايه ها، ودفتها دف يعني زي ده معناه كده بالظبط. خلاص هنحط معلقه خميره كبيره. ماشي، طبعا دي 200 معلقه. خلاص هنكملها بعد معلقه كده اهو مليانه بس. خلاص كده دي معلقه الخميره. انا بحطها هنا ليه كده، هنقلب بها وخلاص. يلا كده يا جماعه حضرنا طبق. هنحط ايه؟ كوبايه دقيق بسبوسه. نحط معلقه سكر كبيره واحده، معايا معلقه سكر اهو كبيره. هندوبها كده هو والسكر مع بعض. حبه نص اللبن، ربع لبن وربع ميه. خلاص كملتهم يعني، خدتهم كوبايه يعني. ندوبها كده، ندوبها جامد كده اهو. ندوب السكر بس عشان يدوب. حطي يا حبايبي كوبايه دقيق بسبوسه، كوبايه واحده بس. معلقتين قرفه، ألف المعلقه اللي معايا دي كبيره شايفين. بس لو عايزه تاني قرفه حط عادي يعني. ان شاء الله كده هنحلها بايه؟ بنص معلقه كاكاو خام. كاكاو ايه خام اسباني، شايفين اها. بس نص معلقه، بس المعلقه دي كبيره اصلا مش زي المعلقه التانيه. لا هنحط عليها ايه؟ سكر. يا سكر انتوا يا سكر. دي كوبايه يعني ناقص منها بتاع معلقتين. خلاص الكوبايه ديت ناقص منها بتاع معلقتين او معلقه. بس هندوب كده في بعض، هنقلب كده في بعض نشوف اللون بتاعها عمل ايه مع الكاكاو مع شايفين. بصوا لازم اخلي الكاكاو ده ايه اللي هو الحاجه اللي هي المكتله ديت نعملها كتله دي. انا شاريه كده يعني اصلا. خلاص من عند بتاع الحلويات. نخلي كده ريحه حلوه بتاعت المعموله. نسيبها كده كمان 5 دقايق. يلا يا جماعه هنقلب السكر بالكاكاو باللي احنا عملناه ده. عايزين نحط فيها حبه جوز الهند صغنطوطه كده تدي ريحه للمعموله. انا حابه كده يعني، بس هي بس معلقه تديها ريحه جميله بصراحه. بس هي بس معلقه جوز الهند لها المكونات الحلوه دي. يلا ربع كوبايه ميه ها عشان نحطها كلها. بس نقلب كده ونشوف نخليها ايه نعينا ناخد منها ونعمل كده على لغايه لما تبقى معايا كده ايه. خلاص كلها شربت من الميه بقت زي العسل كده، وبقت عامله زي ايه. هقولكوا دلوقتي تبقى عامله زي ايه. حطينا ربع كوبايه الميه كلها. حطيت ربع كوبايه الميه كلها. لو عاوزه تاني هجيب عادي. هنقلب كده الخليط مع بعض يا حبايبي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بقى عامل زي الرمله المبلوله. شفت الرمله المبلوله ديت اللي هي مبلوله كده ومفروله كده، هي دي. خلاص خلاص كده احنا جهزناها وخلصناها وقلبناها حلو. حطينا يعني اكتر من ربع كوبايه ميه، ماشي، لغايه لما الخليط شرب الميه. وحطيت له كمان معلقه زيت. كده هنخش بقى على الدقيق. حطينا هنحط 4 كوبايات دقيق ننخلهم، عشان طبعا الدقيق السائل ده اللي بجيبه من بره كده لازم انخله يعني. ماشي لازم ينتخل.
طبعا هنحط 4 كوبايات هنخورهم دلوقتي معاكم. شوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص يلا احنا ايه دخلناهم ومسحنا المطرح الدايب كده معلش. طبعا حطيت ربع معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة يعني رشة صغيرة، ورشة الملح. خلاص مش تنسوا رشة الملح ورشة بيكنج باودر، واللي مش عايز بيكنج باودر عادي، بس انا بحب احط ايه ربع معلقة. حطينا كوباية زيت بحالها زي ما انتم شايفين. حطيت باقي منهم حبة حطيتهم برضه يعني عشان هي ايه المعمولة عبارة عن ايه، عبارة عن زيت، ما بعملهاش بسمنة يا جماعة، طول عمرنا بنعملها بزيت. خلاص أنا دايما كنت أشوف صاحبة أختي حبيبتي ربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب، هي اللي إيه كانت تيجي تعملها لأختي وعشان تعلمها لنا، وهي علمتها لنا كده، هي أستاذة فيها يعني، ومن هبة الله يشفيها ويحوش عنها يا رب. فتعلمتها منها كده يعني، بتعمل المعمولة بالزيت وباللبن. فزي ما انت عايزة يا حبيبتي، عايزة تحطي مية حطي، عايزة تحطي لبن حطي، بس هي باللبن بتبقى أطعم. خلاص هي كوباية لبن حطيناها ايه للخميرة، ودلوقتي حطيت بقية اللبن خلاص عشان بس اطريها، عشان العجينة كانت ناشفة معايا، عشان في دقيق من دقيق بيختلف يعني. طبعا لو عدت معلقة مية ولا حاجة هحط لها معلقة مية برضه. هي العجينة معايا يعني كانت حلوة يعني، فمش عايزة مية، خلاص غطيناها وخلاص. حابة ترتاح 10 دقايق كده ولا حاجة نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص ودي الحشو معانا جاهز اهو. بصوا يا جماعة، احنا طبعا الشراجوة خلاص يا استاذ مصطفى كامل، يا فنان يا عظيم، يا اللي من يوم ما ابتديت تغني وانا بموت في اغانيك كده، انت زعلتني منك خالص، زعلانة منك بجد يعني. انا واحدة ولا بطلع ترند ولا حاجة، انا واحدة بتكلم بعبر على اللي انا سمعته منك في الفيديو اللي اتسجل لك. ست كبيرة قد امك ويعني انا ماليش دعوة بالكلام ده، بس انا زعلت عشان الشرقية كلها دي حياتنا وبلدنا وحبيبتنا. عارفة لما بروح القاهرة واصدق اجي بلدنا واقول اشهد لا اله الا الله، ما فيش احلى من بلدنا. كل واحد بيقول كده على بلده، صح ولا انا غلطانة؟ زي ما بحب اروح القاهرة لاختي هناك، زي ما باجي هنا اقول الحمد لله وصلت بلدي. بلدي دي حياتي وبلدنا، وبلد يعني بلد مش هحكي لك عنها فيها ايه، ام الكرم كله وام الطيبة. واحنا مش غنم والله العظيم، ده احنا بني ادمين زيك بالظبط، وانا مش هقدر اقول لك اكتر من كده. انت بتخانق مع واحد ولا انت زعلان مع واحد ولا مشاكل مع واحد، انت ايه صف بامورك معاه، ما تقولش انا هوريكوا عليا. وبعدين عيب الكلمه اللي انت طلعتها دي، الكلمه اللي انت قلتها دي عيب يعني، مش تطلع من الواحد يعني مش متعلم ولا فنان زيك. الكلمه اللي انت قلتها انت عارفها دي، اللي انت اللي الشباب كله بيعملها، اللي هم اللي مش مظبوطين. خلاص احنا مش غنم، احنا بني ادمين وزي العسل ورجاله. خلاص يلا يا جماعه ما نشوف كده السنه المعموله عملت ايه. سنه المعموله عملت ايه. لسه العجينه اهي، هنسيبك حبه بس اعمل كوبايه قهوه كده نرجع لبعض. يلا يا حبيبي كده احنا شفنا العجينه هنا عملت معانا، بقت زي الملبن معانا اهي. قسمناها نصين، نص هنفرده هنا الاول على الكيس دوت كده، وناخد مقاس الصينيه عشان دي اللي هنحطها فوق النص التاني اللي هنعمله تحت في الصينيه. خلاص اللي هنحط على الحشو. طبعا بفردها زي ما انتم شايفين كده. محتار، ما هو مش عندي غير الكيس دوت وفتحته 2 كيس يعني مش كبير يعني، كنت عايزه كيس كبير اعرف اخد راحتي فيه. طبعا النص التاني هنحطه في الصينيه من غير اي ما تدهني فيها اي حاجه، هي فيها زيتها وبينزل منها في الصينيه عادي. طبعا هنفردها كده حلو، فرده حلوه. انا بوريكم يعني شوفوا الزيت فيها، فمش بدهن انا الجار يعني. زي ما انتم شايفين انا عملت لها كده ايه زي حته عاليه كده في الجناب عشان خاطر الحشو مش يعدي وينزل تحت
في الصينيه ولا يتحرك كده ولا كده. الحتت اللي هي العاليه في الجناب ديت بتحوش لك الحشو وبتخليها في الوسط. ماشي. طبعا انا بفرد كده بايديا احسن، ايديا يعني بحس اني بالحشوه ده كده زي ما انتوا شايفين كده. معلش عشان خايفه ايديا تبان بس كمي. فانا فردت الخليط كله، والنص التاني زي ما انتوا شايفين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، زي ما انتوا شايفين كده حطيته كده على طول، وحاولت ان انا اظبطه كده في الصينيه واعدلها وافردها عشان تبقى كلها مقاس واحد بس. خلاص، حاجه سهله ويعني وفي ثانيه والله. كنت زمان بفردها على صينيه كبيره، يعني انا بحكي لكم بقول لكم يعني على صينيه كبيره. الحته اللي فوق ديت، النص التاني اللي فوق دوت اعمله على صينيه كبيره واركنه لغايه لما اخلص النص الاولاني واحشيها، واروح حاطه باقي بالصينيه كفيها عليها يعني. كنت بعمل الصينيه الكبيره اللي هي اكبر مقاس عندي. طبعا هنقطعها زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا عايزين يعني، مثلثات مربعات زي ما انتوا عايزين. قطعتها كده تقطيع كده مربعات صغيره كده زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. بالراحه وانت بتقطع، لان انا صوابعي غرزت فيها وانا بعملها، معلش انا بدوس يعني بقلب جبني. فزي ما انتوا شايفين كده قطعوها زي ما انتوا عايزين يا حبايبي، وتبقى زي الفل معاكم. معايا عملت صفار بيض على حبة لبن على ريحة فانيليا بس، وبسقيها كلها زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما يعني اسقيها مظبوط، يعني على قد ما هي عايزة بس. مش في داعي نحط اللي في الكوباية كله يعني، عشان مش نخسر الدنيا. بس عايزة تسقيها بلبن بس اسقيها، عايزة تسقيها ببيض بس اسقيها، بس حط حبة فانيليا على البيض. انا حطيت صفار بيضة بس. معايا حبة سمسم متحمص نظيف زي ما انتوا شايفين كده، رشيت على السمسم. انا رشيتهم كلهم، انا بحب السمسم على المعمولة اصلا، ابن عشاقها المعمولة دي يا جماعة. طبعا حطيتها في الفرن على حرارة 80. طبعا بعد ما اتحمرت زي ما انتوا شايفين الحمار الجميل بتاعها ده، يعني الحمار بتاعها حلو يعني، الله كنت تفتح النفس. بفتحها تاني زي ما انتوا شايفين كده الفتحات ديت عشان اعرف اسقيها الشربات. طبعا الشربات بارد وهي سخنة، تنزل على الشربات بالشربات بها على طول كده عليها، وفتحها زي ما انا فتحها كده يا جماعة. يعني بشوف ناس بيسقوا على طول عادي يعني، كان قدت الفتح تاني فتحات ديت عشان خاطر المربعات ديت، عشان خاطر الشربات ينزل فيها وتبقى من تحت مش ناشفة، تبقى عاملة زي الهرسة كده في ايديكي، زي البسبوسة في ايديكي يعني. خلاص. فالحمد لله كده هي تمت بحمد الله زي الفل اهيت، والله لو كنت تفتح النفس. وقوم كده جربيها واعملها زي ما انا عملتها كده. شايفين؟ بصوا بوريكم بسبوسه يا جماعه، بسبوسه ايه الجمال دي يا ام حماد؟ بسبوسه يا جماعه عسل، بتطلع معايا زي ما كنت بطلع بسبوسه بصراحه. وانا عماله اكل فيها على فكره، يعني هي عجبتني بقى وعماله اكل فيه يعني. مش عارفه اعمل ايه، مش قادره اقومها يعني، مش قادره اقومها بصراحه. مش نسوا اللايك والاشتراك يا احلى مشاهدين في الدنيا. اشترك منك كده يا حبيبتي. سلام.